وبقاعة الاجتماعات التابعة لمجلس جهة الغرب شرارة بن حسن، عقد فريق النادي القنيطري اليوم جمعه العام العادي. جمع كان يتحول في غالب الأحيان إلى مشادات وتبادل الاتهامات بين المنخرطين، قبل أن تتم المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وتخويل الرئيس محمد الحلوي صلاحية تجديد ثلث الخارج. مهمة صعبة تنتظر المكتب المسير الذي يجد نفسه أمام إكراهات كثيرة. بتاريخ يوم الجمعة 3 يوليو. لنتابع الآن تصريح الرئيس محمد الحلوي. هذه علامه من علامات بان النادي ان شاء الله غادي ينطلق واحد الانطلاقه قويه باذن الله. انا كان تدخلات ومشكور على الناس اللي دخلوا الا عندهم غيره على النادي القنيطري، والكمال لله. الان هذا المكتب هذا المسير غادي يسير الموندا ديالو، يعني باقي ليه 3 سنين، نحاولوا باش يعني نتجاوزوا الاخطاء ديال السنه الماضيه.